واش الاخوان في هذا الفيديو غادي نتعرفوا شنو هو المشكل اللي طاري لنا رخصة السياقة بالمغرب. وبالنسبة كاينين بعض المدن اللي كان سقوط 100%، يعني ما نجح في المدينة تواث، يعني بحال هاد المدن هادو بروشيت، قنيطرة، صويرة، المحمدية، ورزازات، خريبكة، وكانت نسبة النجاح 0% في هذه المدن. بالنسبة للبيرمي بي، يعني خاصك في المدارس انك تحفظ 600 سؤال، ومن بعد هاد 600 سؤال كيعطيوك 40 سؤال وخصك تجيب 32. بالنسبة ل 32 هو نسبة النجاح، ومن بعدها زادوا شي أسئلة، زاد 400 سؤال واللي ولاو 1000 سؤال. المشكل اللي طرا يعني الناس اللي كانوا كيقراو في المدارس كانوا كيقراو بالسيستيم القديم اللي كانت فيه ديك 600 سؤال، يعني ديك 400 سؤال ما كانوش كيقراوها، وهذا الشيء راه صرا المشكل. غنخليكم مع الفيديو تاع الناس اللي دوزوا الامتحان. غادي نجي انا وغادي نقوم بتنزيل بنك الاسئله الجديد، وغادي نجي وغادي نلقى كان عندي قبل ما يتنزل هذا بنك الاسئله الجديد كانت عندي نسبه نجاح 90 99%، اضعاف الايمان كتكون عندي 85% ديال النجاح. اذا الناس كتلقاهم دوزوا البارح عندنا 90% ديال النجاح، جاو دوزوا اليوم لو 25 الاثنين، يعني دوزوا الاثنين لو 25 شحال لقينا 2% ديال النجاح. اذا كارثه بكل ما تحمله الكلمه المعنى. نجحوا جوج ولا حسب نتفاجأ انه كل شيء خارج ساخط. كنت كنتسنى صاحبي يخرج ساخط، كنتفاجأ بان كل شيء خارج مغير، كل شيء خارج مقلق. كنسول كنلقى بانهم تطبق عليهم النظام الجديد. كتحفظ باش تجي دوز ديك البيرمي ديالك وتشد وتمشي بحالك. جاي حاطين لك دري صغير اللور في الطوموبيل قال لك هذا من دير قصيده الله يستر واش يمكن له ياكلها في راسو ولا في كرشو ولا في صدرو باش غادي تعرف واش انت طبيب. بالنسبة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك خرج بواحد البلاغ بأن الناس اللي دوزوا الامتحان في نهار 25 شهر 3 2024 أنا غادي تعاود لهم الامتحان. الناس اللي دوزوا الامتحان هذاك اليوم اثنين بأنه راه غادي تعطاهم الفرصة باش يعاودوا يدوزوا الامتحان بلا ما يتحسب لهم هذاك النهار، لأنه يوم الاثنين كانت أول مرة استعمال ديال البنك، وقمنا بالتحليل ديال الأجوبة وفهمنا منين جاي الخلل وصلحناه، ولا غد ليه النسبة ديال النجاح طلعت ل 35%،